الناس تقبلتها اشمعنى ليه حياة كريمة؟ يعني ليه مثلا ما اشمعنى اخترت حياة كريمة بالأخص؟ حياة كريمة المبادرة اللي سيادة الرئيس عاملها بصراحة مبادرة رائعة، فلازم نعمل لها أغنية واتنين وتلاتة. شايف لازم انها مبادرة وبتخدم المجتمع، بتخدم فئة طبعا كبيرة جدا من الشعب، فانت شايف ان لازم لازم يبقى ده اقل حاجة تقدمها كدور. طبعا. مين اللي كتبها ومين اللي لحنها دي كلمات الشاعر الجميل مم. راضي علي الطهطاوي، وألحان وتوزيع ماركو وحيد. تمام، تيجي نسمع بتقول ايه؟ يلا بينا. يلا بينا نسمع بتقول ايه. حياتنا الكريمة بعزم وتحدي، وأجمل مبادرة وأجمل قرار، بإخلاص وهمة لحلمك نعدي، قرية وتوابع هتصبح عمار. حياتنا الكريمة في كل الأماكن، ورصف الشوارع وسكة وإشارة، والتصريف هيوصل لكل المساكن، وغاز الطبيعي ومية وإنارة، وبكرة أحلى بحياة كريمة، وخير بلدنا في شارع وطار، وبكرة أحلى بحياة كريمة، وخير بلدنا في شارع ودار. حياتنا الكريمة بعزم وتحدي، وأجمل مبادرة وأجمل قرار، بإخلاص وهمة لحلمك نعدي، قرية وتوابع هتصبح عمار، وتحسين معيشة في كل النواحي، جهود مستديمة بخططنا شاملة، وبيئة نظيفة نبعنا وضواحي، طور حياتنا بإيدينا اللي عاملة، ورفنا يزهزه بخضرة ونضارة، وتفرح بهية بضحكة نهار، ورفنا يزهزه بخضرة ونضارة، وتفرح بهية بضحكة نهار. حلوه حلوه قوي بجد في كمان الحقيقه، لا حلوه والجرافيك يعني منتج الشغل عليها حلو قوي حقيقه، ربنا يعني مختار يخليك. صوره حلوه. وسواء الحان وتوزيع وكلمات، يعني بالتوفيق والله. ربنا انكم يخليك. تفكروا حتى في حاجه زي كده، مجموعه شباب مع بعض فكرتوا في حاجه زي كده، يعني شابوه والله. طب حلو ده. ربنا يخليك. خلينا احنا كمان نكلم الشاعر رضا علي طهطاوي اللي عمل راضي. الاغنيه معانا. طيب لحد ما يجهز معاك قول لي